الصراحة أنا شفت تغريدة الأستاذ علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. شفناها على موقع إكس، أو تطبيق إكس. تغريدة بيتكلم فيها إن الإعلام محتاج طفرة، إن الإعلام محتاج وجوه جديدة، محتاج محتوى جديد، محتاج إن الإعلاميين يبقوا موجود إعلاميين غير الإعلاميين اللي موجودين حاليا، أو بمعنى أصح زي ما هو قال، الإعلاميين اللي بتجعر. طب يا أستاذ علاء، مبدئيا الإعلام اللي موجود حاليا دلوقتي أنا بختلف مع حضرتك، والاختلاف لا يفسد في الود قضية، يعني اختلاف وجهات النظر مش قضية أو حاجة، ده ردا بس عن حضرتك اتكلمت على الإعلاميين وأنا راجل إعلامي. حاليا بيتم اختيار الإعلامي بصورة صعبة جدا، مش أي إعلامي، مش أي واحد من هب ودب بيطلع على التلفزيون. ده رقم واحد. في اختبارات، في سياسات، بيتم بيتم الاختيار بناء عليها. في حاجات كتير قوي حضرتك ما تعرفهاش. ازاي بيوصل الإعلامي على الشاشة، أو إن هو بيبقى موجود على الشاشة. طيب، محتاج وجوه جديدة شباب. مبدئيا الإعلام مش بالسن، في ناس كبيرة في السن موجودة أو سنها كبير، بس بتقدم محتوى أفضل بكتير من مليون شاب. وده مش دفاعا أو إحباطا للشباب، بالعكس أنا هجيلك في النقطة دي. بيقدموا محتوى ممتاز جدا، بيقدموا محتوى متشاف جدا، والدليل على نسبة المشاهدة، ومحتوى هادف. وبرضه بيتكلموا عن النقطة اللي حضرتك اتكلمت فيها، ألا وهي الطفرة الإعلامية. لا، الناس دي بتعمل الموضوع ده بس طفرة إعلامية إيجابية وليست سلبية. تمام. نرجع بقى لموضوع الشباب الإعلام. أنت لو كشاب أو واقف مكانك، الفرصة مش هتجيلك، ده رقم واحد. الإعلام ما بيدورش على حد، الإعلام بالذات محتاج سعي واجتهاد، محتاج إن حضرتك توصل، محتاج إن حضرتك تختبر، تشتغل على نفسك كتير عشان تبقى مؤهل ان انت تقعد والناس تقتنع بيك على الشاشة، او الناس تتفرج عليك. فانا بختلف مع حضرتك في وجهة النظر. عامة ملخص الموضوع، انت ممكن تجيب مليون وجه جديد ويبقى نفس اللي حضرتك شايفه، مش اللي الناس شايفاه، اللي حضرتك شايفه او اتكلمت عنه في التغريدة. آه، ويبقى موجود مليون واحد سنهم كبير برضو، ده بناء على كلامك، وبيقدم محتوى الناس بتشوفه، الناس عايزاه. فالمشكلة هنا مش يا أستاذ علاء، يعني المشكلة هنا مش في الإعلاميين الموجودين، المشكلة هنا عند حضرتك. إن أنت شايف إن الإعلام بقى أخد حريته، بقى الإعلام بيقول اللي هو عايزه، بقى كل واحد في مهنته بيقول هو عايزه، بقى حر، بقى فيه شوية ديمقراطية شوية. دي حاجة مضايقاك شوية، بس احنا مبسوطين، احنا حابين ان الواحد يعبر عن رأيه، ان الواحد يبقى فعلا بحريته. والكلام ده ما شفناهوش غير في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي حاجة يعني أب لينا يعني. فأتمنى يا أستاذ علاء، يعني مش عايز برضو، أنا بتمنى كشخصيا كأنا إنك تعيد النظر برضو في التغريدة بتاعت حضرتك، لأن الإعلام حاليا يعتبر من أقوى المنظومة على مستوى، يعني مش الشرق الأوسط بس، ده العالم. إعلام مصر بقى الناس كلها بتتكلم عنه آه، بالصورة السليمة. آه، حضرتك مش حابب ان احنا نبقى في تقدم، فدي حاجة لابد ان انت تراجع حساباتك فيها.